عمرك فوق ال60 او ال70 سنة، عايزة تشدي بشرتك، بقى فيها خطوط كتير، نفسك بشرتك دي تكون زي الفلتر من غير بوتوكس ولا فيلر ولا الكلام ده كله، عليكي وعلى الوصفة الطبيعية دي. عايزة اقولك من اكتر الوصفات اللي هتشد معاكي البشرة، بتنفخ الخدود وكفوف الايدين، بتشيل البثور الموجودة في البشرة، بتخلي البشرة صافية مش مترهلة، ما فيهاش خطوط، بتدي ترطيب عالي جدا جدا، وبتملأ الخطوط اللي حوالين العين واللي في الجبهة وكمان الرقبة. بتنظف البشرة من الأعماق، بتوحد لي لون البشرة، والنتيجة يا بنات من أول استعمال هترجعك ولا بنت 16 سنة عن تجربة. اتحدى أي حد يجربها ويقول ما عملتش معايا نتيجة. بالله عليكم لايك وشير الفيديو عشان يترفع وأكتر عدد يشوفه ويستفيد منه. اول حاجه حبايبي هنصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام عشان كلنا ناخد الثواب. اول مكون معايا او اول حاجه هتحطيها هي حبايبي، بصوا عندي هنا الشبه اهي، بصي ده شكلها بس عشان الصوره بتبكسل اهو. الشبه هتجيبي كده، الشبه دي هتجيبيها مطحونه، انا بس بوريكي شكلها قبل وبعد، طبعا هيبقى صعب عليكي تطحنيها في البيت. هتجيبيها مطحونه من عند العطار، سهله جدا اهي، تمام كده. وهتبدأي كده تحطي نص معلقة كده من الشبة المطحونة اهي، سهلة جدا جدا اهي. خلاص هتحطي لي بقى عليها، ده المهم جدا، الشبة هنا بتفتح البشرة، تشد كل التجاعيد اللي موجودة في البشرة، ايا كان حطيتي الوصفة دي فين، على وشك، على المناطق الغامقة، الركب، الاكواع، اي منطقة غامقة عندك عموما حطيها، بتفتح جدا جدا وبتشد الترهلات والتجاعيد فورا من اول استعمال. مجرد ما تحطيها بتحسي فيه كده حد شادد وشك. طيب تعالوا نشوف هنحط ايه كمان. هتحطي لي بقى عشان الترطيب وعشان نعالج الخطوط وعشان نغذي كمان البشره، معلقه كده من الزبادي او الياغورت، اي نوع زبادي عندك. خلاص حطيتي معلقه منه، بيدي ترطيب، بيغذي البشره، وكمان بيقشر البشره تقشيره خفيفه كده، بحيث ان هي ايه، تشيلك الطبقه الغامقه اللي موجوده في بشرتك، فيها بقى كلف، فيها تسبغات، فيها بقع، فيها بثور، هالات سودة، كل الكلام ده. تقلبيها كويس، بصي بقت الوصفه ناعمه ازاي، هو ده المطلوب، تمام كده. طيب حطي لي بقى كمان عليها مكون حلو جدا، عشان زي ما اتفقنا احنا عايزين ننفخ ايدينا وكفوف عايزين ننفخ كفوف ايدينا وخدودنا. هتحطي لي حاجه بسيطه جدا كده من الحليب المجفف اهو، او الحليب البودر ده بقى يا بنات رهيب جدا. احنا بنديه للاطفال، بصي تلاقي الطفل من دول اتنفخ بقى خدوده حمرا كده، وتحسي ان هو صحته حلوه جدا. هو بيعمل كده، هينفخ لك الخدود وكفوف الايدين، وهيخلي البشره صافيه ومشدوده، وكمان بيشد وبيملأ الخطوط والتجاعيد الموجوده، بيشدها وبيبيض بقى فوق الوصف، بيدي تبييض خيالي. خلاص كده، الاهم حاجه تدخليه كده في الوصفه بتاعتك كويس. تعالي بقى حطي لي المكون ده اللي هيساعدك جدا في شد البشره، وهي حبايبي معلقه اهي من النشا او الكورن فلاور. نشا او كورن فلاور، النشا بتشد التجاعيد، من الحاجات دلوقتي اللي ما ينفعش كريم تفتيح او للتجاعيد ما يتحطش فيها، ما ينفعش، لازم يحطوا فيها. طبعا لو لقيتي الوصفه نشفت حط لها شويه من الميه الورد او الزبادي او حتى الحليب السائل، مفيش مشكله. بصي جمالها ناعمه وجميله، وبتدي بقى شد غير طبيعي. طبعا بما اني عامله وصفه زي كده، طبعا هو مش باقي غير مكون واحد، المكون ده انا التاني ده انا هحطه من عندي، بصي كميته قد ايه، بس بجد هتفرق معاكي في الوصفه. اهو الحنه البيضاء، يا خرابي عليها بجد رهيبه جدا. بالنسبه للتفتيح مش هتلاقي زيها. انا هنا هزود بس شويه زبادي او ياغورت عشان خاطر تبقى طريه معايا اكتر، وكمان الوصفه تكتر معايا شويه، لان ايه، مش هتحطي بس على الوش والرقبه، حطي على ايديكي، حطي على كمان اي منطقه في جسمك كده. عايزه اقول لك ان الحنه البيضاء من الحاجات الروعه جدا في
التبييض ده بتدي على الاقل 5 درجات طبعا مع الوصفه. شد التجاعيد دي اول ما تحطيه بتحس ان في حد شادد بشرتك، انت متخيله قد ايه جمالها. هتقلبي كده اهو، شايفه؟ تبقى ناعمه كده. اخر حاجه بقى، وده عشان ترطيب البشره والخطوط اللي في البشره وبيزيل كمان التجاعيد، هتحطي لي ربع معلقه صغيره من زيت الزيتون اهي. بصي قد ايه، ربع معلقه زيت الزيتون. هتجيبي نوع نظيف وكويس عشان يرمم البشره، لانه بيعمل على ترميم البشره، مضاد اكسده، بيرطب جدا البشره، وهيخلي لك الوصفه بقى دي في حته تانيه خالص، ناعمه جدا جدا، لانه بيدي نعومه للبشره اهي. بصي دخليها كده في بعض كويس، ما تخليش حته ما جالهاش. بصي كميه حلوه كبيره قد ايه، شايفه؟ وعينين المكونات بسيطه بفضل الله. الله يسعد قلبك يا رب بكل شيء تتمنيه. ما تنسيش لايك وشير للفيديو عشان يترفع واكتر عدد يشوفوه. هنسيبها بس ايه تاخد وتدي كده مع نفسها، تتفاعل كده، عشان اول ما احطها ان شاء الله تديني نتيجه. وتعالي نعمل الوصفه السهله جدا دي. هي مكونين بس 2 اللي فيها بس كفيله انها تقشر لك البشره وتشيل لك كل القشور اللي فيها، وتشيل لك الطبقه الغامقه خالص اللي موجوده فيها. انا هجيب كده بوله تانيه اهي، هحط كده حبايبي فيها معلقه برضو صغيره من الشبه. بصي دي صغيره جدا، معلقه صغيره من الشبه المطحونه. تمام. هنا مش محتاجه احط ميه كتير، او بمعنى اصح انا هعتمد اعتماد كلي وجزئي على زيت الزيتون، لان انا عايزه وانا بقشر اغذي البشره بزيت الزيتون. فانا هحط حوالي نص معلقه، هكتر شويه منه وهقلبه. انا عايزاها تبقى عجينه كده، ما تخلينيش احتاج للميه. ممكن يا تزودي نقطه ميه بسيطه، والافضل لا، لان انا عايزه البشره لما تتقشر وتشيلي لي الطبقه القشره الغامقه او اللي هي بتبقى ناشفه دي، وتبقى كده مضايقانا كده في الميك اب او حتى في الترطيب وانت بتحطي، تحسي فيه حاجه كده حاجز بين البشره وبين الحاجه اللي انت بتحطيها. فهو ده هيقشر في نفس الوقت. اما يقشر وهو بيشيل الطبقه دي، هيحط لك طبقه ترطيب وطبقه تغذيه، لان زيت الزيتون بيغذي جدا، والشابه بتفتح جدا جدا. بصي انا ما احتاجتش، كله قدامك اهو، ما احتاجتش احط ميه، وانا مش عايزاكي برضو تحطي، بس انا بتكلم مثلا يعني زيت الزيتون عندي خلص، مش باقي غير حاجه بسيطه وانا عايزه اعمل المقشر ده. هتعملي ايه؟ حطي، مفيش مشكله، حطي اللي عندك وقلبي الاول، لو لقيتيه محتاج زودي نقطه او نقطتين من الميه. تمام كده حبايبي؟ تمام. طيب زي ما دايما اقول لكم، لازم نعمل اختبار حساسيه قبل ما تحطي الوصفه دي على بشرتك. لازم تجربي. يعني ايه اختبار حساسيه او تست حساسيه؟ هتجيبي كده حاجه بسيطه من الوصفه، سواء الوصفه دي او دي او اي وصفه عندك، وهتحطي بالشكل ده خلاص، وتديها 10 دقايق. بعد ال10 دقايق دول لقيتيها زي ما هي كده تمام، كملي على باقي الاماكن. لقيتي في احمرار، التهاب، هرش، لا يبقى ايه، اغسلي المكان ده فورا. يبقى المكان صغير زي كده، اغسليه فورا ورطبي المكان. تمام كده. فانا هنا هحط كده وهعمل ده مقشر، فانا هعمل كده لمده 5 دقايق تدليك كده او فرك لمده 5 دقايق. وبعد كده هتجيبي منديل اهو وتمسحي كده البشره، هتفركي لمده 5 دقايق وسيبيها على البشره كمان 5 دقايق. انا بس عايزه اوريكي ان الوصفه دي بتطلع كده زي جلد صغير جدا، تقشيره كده مش بتبان. بصي مش بتبان قوي، بتحسي بيها بايدك اهي. هتعملي كده وتروحي على طول جايه تمسحيها بمنديل، ما تغسليهاش، وتروحي جايه حاطه الوصفه التانيه اهي. هتفردي بقى كده، وبرده مش هننسى اختبار الحساسيه. خلاص هتعملي كده لمده قد ايه؟ بس تفرديها دقيقتين 3. بعد كده هتسيبيها نص ساعه على بشرتك، وبعد كده هتفركي. هتلاقي بقى الجلد الميت، الشعر الوبري، الجلد الوبري، الكلام ده كله نازل بيقع منك كده من غير ما تحسي باي تعب ولا اي حاجه. خلاص
هتلاقيه يعني بصي بيفرك الحاجات السخنه، سوري، الحاجات اللي هي الغامقه، القشور، الشعر، الكلام ده كله بينزل الطبقه الغامقه. هتسيبيه نص ساعه وبعد كده تبداي ان انت تغسليه بميه دافيه وترطبي وشك. خلاص، اعملوها مره او مرتين في الاسبوع، جربوها حبايبي ومستنيه كومنتاتكم. الله يسعد قلوبكم يا رب بكل شيء تتمنوه. ما تنسوش لايك وشير للفيديو عشان يترفع واكتر عدد يشوفوا. كمان حبايبي اشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، فعلوا علامه الجرس ومنها مخصصه للكل عشان دايما يوصلكوا اشعار من كل فيديو انزله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.